القصة بتتتبع الجزء الأول بعد لحظات من نهايته، واللي انتهى بمحاولة اغتيال فاشلة من قبل الإمبراطور لبول، آخر سليل لعيلة أتريدس. واللي بعدها بول بينهض بشكل جديد أو باسم جديد اللي هو لسان الغيب، واللي بيبدأ في تولي مسؤولية القيادة ورحلة الانتقام الخاصة بيه، وإنه كمان يثبت أحقيته في النبوءة المكتوبة عليه. يلا. الفيلم بطولة تيموثي شالامي، زندايا، كافير بارديم، وريبيكا فيركسون. دول مم. الاربع اشخاص الاساسيين. ففلورنس بيو واوستن باتلر موجودين، دول اشخاص جديده. الفيلم اخراج الاندر ريتد ديني فيلنوف. ليه بقول عليه اندر ريتد؟ لان الراجل ده في اخر، احنا 2024، هو في اخر 14 سنه عمل افلام مم. قد تقارن باهميه افلام اشهر دلوقتي مخرج هو كريستوفر نولان، لكنه لا ياخذ التقدير العربي. انا مش بتكلم حتى على بره، التقدير مم. العربي لاسمه. يعني محدش اما تقول اسم كريستوفر نولان الناس عارفه اسم كريستوفر نولان. اما مم. تقول الناس ديني فيلنوف الناس مش عارفه ديني فيلنوف. ده اللي عمل انسوندي، بريزنرز، انمي، رائعه بليد رانر 2049، رائعه ارايفل، سيكاريو الاولاني، وديون 1. الفيلم مأخوذ عن كتب ديون، وهي كتب شهيره جدا للامريكان، وهي كانت عامل لها قبل كده فيلم اخراج ديفيد لينش. فيلم ما قدرتش حتى اكمله. انا فيلم قوي ما حاولتش اكمله، ما عرفتش اكمله. مم. مم. سيء وكل شيء وحش فيه. مأساة 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 يعني. انا شفته زمان على القناة التانية. انت باقع الفيلم. والله ده فيلم اتخلق عشان التجربة السينمائية، التجربة البصرية في افضل احوالها، التجربة يا السمعية في افضل احوالها. جماعة بس انا اسف. اللوح في كل انا مكان. اسف بقطعك. لو حد عنده فرصة ان هو يخش فيلم ده اي ماكس لازم. ما يترددش. انا دخلته ما اي ماكس. يترددش. الفيلم ده هو ثورة بصرية، اقصى وافضل ما وصلت له التكنولوجيا الان، في كل ما له علاقة بالصوت والصورة والإضاءة والتحريك وكل شيء. انا بالنسبة لي الإيجابية الأقوى في الفيلم ده كله، كل شيء في الفيلم كان كويس جدا، لكن عمر مم. الحاجات الكويسة جدا دي ما كانت هتبقى بالشكل الفيلم مبهر يا جماعة، فيلم مبهر. الإبهار الأساسي في الفيلم ده هو الصوت والصورة. في شخص افتكروا الاسم ده، كريج فريجر، هو المسؤول عن السينماتوجرافي والمؤثرات البصرية. بيعمل ثورة الآن في هذا المجال. اول حاجه السي جي اي هنا صعب جدا، الفيلم كله سي جي اي. ولا مره ولا لقطه حسيت حس. ان في حاجه متركبه. يعني مثلا الناس على طول لما بتيجي تحط اي سي جي اي، السي جي اي ده اللي هو كمبيوتر جنريتد ايمجري، العالم اللي ورا ده اكيد مش موجود. هو بيخلق العالم ده عن طريق الكمبيوتر، صوره من الكمبيوتر. بس انت هتلاقي على طول الفتره الاخيره في افلام مارفل تحس ان البطل بتاعنا شكله غريب عن العالم. ليه بتحس ان شكله غريب عن العالم؟ عشان الحواف بتاعت البطل. وانت هو بيمشي، هجيبها دلوقتي صوره، هتلاقي الحواف بتاع البطل وهو بيمشي او هو بيجري مختلفه جدا عن الخلفيه اللي وراه. مم. الاضاءه بتاعت البطل على وشه مختلفه جدا عن الاضاءه اللي وراه. راح عمل ايه بكل بساطه؟ قال لك هي المشكله فين؟ قال لك المشكله ان احنا بنحط جرين سكرين. طب ليه الناس بتحط جرين سكرين؟ قال لك عشان زي الاطباء الجراحين بيلبسوا اخضر، عشان مم. اكتر لون يقدر يفصل منه عن لون الدم الاحمر ده هو اللون الاخضر، اسهل مم. لون للفصل عشان تفصل شيء. راح عملوا تجارب، قال لقوا ان اللون الاخضر مش اسهل لون، ده في لون تاني قد يكون سهل جدا، الا هو اللون الرملي. فحولوا مم. الجرين سكرين. الفيلم ده ما اتعملش ولا جرين سكرين، الفيلم ده اتعمل كله بحاجه اسمها ساند سكرين، سكرينز مم. معموله بشكل الرمل، فهتساعدهم اصلا في المشاهد الرمليه، ان انا مش هحتاج مم. اصلا افصل. اه. هي موجوده عندي في الخلفيه، بس انا هتقابلني نفس المشكله اللي بقول لك عليها، ان انا بحس ان الحواف بتاعت الانسان اللي بيتحرك ده مختلفه تماما عن الحواف بتاعت الخلفيه. طب نعمل ايه؟ احنا هنصور في الشمس يا جو. ايه مم. ده؟ مش ازاي هنصور في الشمس وفي استوديو؟ اخدوا الاستوديو، نقلوه لمنطقه في هوليوود. المنطقه دي هيبقى موجوده ومفتوح لها السقف، وهنختار اه. اوقات معينه في اليوم نصور فيها اما الشمس تكون جامده. فيبقى عندي ساند سكرين ورا، واللايتنج هيبقى ناتشرال لايت مع اللايتنج بتاع الاستوديو، فهيبقى مم. عامل ميكس ما بين الساند سكرين والناتشرال لايت واللايتنج بتاع الاستوديو، يخلي الناس وهي ماشيه ما تحسش ان الاضاءه بتاعتهم مختلفه عن اضاءه الخلفيه، فتحس ان هما الاثنين حاجه مم. واحده، نفس الخلفيه. الموضوع طبيعي. تاني حاجه، جاب 18 طن رمله. مم. فاكر لما كنا بنتفرج على الفيلم مش في حاجه اسمها ورم هولز؟ كان بيبقى فيه اه. زي دوامات رمل كده. قال لك بكل بساطه احنا هنعمل حاجه بسيطه جدا، هنجيب ارضيه معدن ليها ريموت كنترول بتتهز، تهز مم. الناس الموجوده، واحط اه. عليها حبه من ال 18 طن رمله دول. فلما اعمل الجرافيكس هتبقى اسمها محسنه، انهانسد مم. جرافيكس. ان انا اصلا مش هخلق الهز من العدم، مم. انا هحسن الاهتزاز ده واعمل الهول دي، حسنه، بس الاهتزاز موجود اوريدي. عارف المشاهد اللي هي كانت بتبقى عاصفه جايه كده، ده رمل حقيقي، افكتس على الرمل ده، عشان مم. دور السي جي اي اه. هنا بس، مش ان هو يخلق من العدم، هو بيحسن الجوده. مم. العمر دي احسن انفجارات
وحرايق انا شفتها في فيلم قبل كده. الانفجارات في الفيلم الاولاني كانت رهيبه، الانفجارات في الفيلم التاني برضه رهيبه. هما بيعملوا اه. زي انفجار، هما بيعملوا انفجار وبيطلعوا بره زي اللي عمله اوبنهايمر. الفيلم كله قائم على انهانس سي جي اي. احنا بنعمل مم. حاجه، بنحسن اللي احنا بنعمله. واللي بيفرق برضه يا نابليون في جماعه الحرايق ثانيه، بتاعته. دي حاجه برضه تقنيه جدا، ان شركه واحده هي اللي تعمل السي جي اي، اه. بيفرق مم. جدا في جوده المنتج. مم. مش اكتر من ايد، مش اكتر من الشركه، من اكتر من ايد، من اكتر من بلد بتخش في الموضوع بالظبط، ده. هي حاجه واحده او حاجه واحده في سهل السيطره. فديون اخد شركه واحده، مم. وثق فيها ودفع لها فلوس عبيطه. الفيلم مش متصور اه. بكاميرات اي ماكس، الفيلم متصور بكاميرات 30 مللي. فلما مم. اتاخر ورنر براذرز الشركه المنتجه قالت لديني فيلنوف احنا هنطلع الفيلم اي ماكس ونحوله من 30 ل 70 مللي. الناس بتحب شغلها. الرمله تخبط في وشه عشان تحس ان هي طبيعيه. التفصيله دي يا جماعه، الناس دي ديديكيتد جدا لشغلها، الناس دي مخلصه ومتقنه جدا لشغلها. ايه الاستمتاع ده؟ الصوره غريبه. اي ماكس انت هتشوف حتى بالكيرفد والجو ده كله، لو في اي غلطه انت بتاخد بالك منها. عايز اسقف ان الناس دي بتحترمنا لهذه الدرجه. ثوره بصريه، يعني بيعلوا البار على اي حد تاني. والجمهور مم. ما ينفعش يرضى باقل من ده. ده كده في الصوره بقى. تعالى بقى للصوت. انا والله يا مم. جون في بعض الاجزاء هانز زيمر طبعا عنده الحته بتاعت في واحده مم. فيهم والله هزت قلبي، لقيتها بتهزني كده. لقيت اه. الصوت داخل من هنا ومن هنا ومن تحت، اللي اه. هو انا عملت كده. ايه ده؟ في ايه؟ خضيت والله، خضه بنت لذيذ. الصوت داخل من كل حته، جسمي اتهز. مم. الساوند ديزاين بتاع الفيلم ده ثوره اخرى. ده اللي حصل ده ثوره في مجال الصوت اللي والصوره. عنده فيلم يخبيه. يا ابني ده كان بياخدوا بالهم من الظل. يعني الظل بتاع هم راكبين مثلا الطياره او راكبين اي حاجه فيها مرايه، فلما عملوا ساند سكرين فالظل هيبقى لونه ايه اصلا؟ اصفر. وهو مش محتاج يركب ظل او يحط لاير، فانت بتحس ان الريفليكشن بتاع الشخصيات طبيعي. عارف الكلام اللي بقوله ده كله التقني ده انت مش لازم تحس بيه، بس وانت بس هو قاعد هو في هو بيصدر اللاوعي. لك حاله. الله بيصدر ينور لك حاله. عليك، في اللاوعي كده، في السب كونشس، في حاله انت شايفها ده حاجه حقيقيه قوي بس مش عارف تفسرها انا هي ليه. مصدق، انا مصدق، انا منسجم جوه العالم، انا فانا داخل جوه العالم. بحاول اشرح لك، يعني ده دورنا احنا، بنحاول نشرح لكم هي انتوا حاسين كده ليه. فوق بقى السحر البصري والسمعي ده، والازياء والديكورات والمعدات، لا ده انا كمان ما عنديش سكريبت فاضي. لا مم. ده انا عندي سكريبت ذكي جدا جدا، عميق جدا، محمل بمعاني ومحمل باسقاطات دينيه اه. واجتماعيه وفلسفيه. من الجزء الاول انا فاكر انا قلت لك مم. الجزء الاول الفيلم ده بالنسبه لي فيلم ديني بحت. انا شايفه هو فيلم بيتكلم عن اخر الزمان، بس حلاوه الفيلم والسكريبت. الفيلم لو عايز تشوفه على انه عميق وعلى انه محمل بمعاني ورمزيات وي وي، هتشوف. ممتع جدا. الفيلم لو عايز تجرده من اي حاجه وداخل تتفرج على حدوته شيقه وفيها هتشوف. اكشن وفيها صراع فيها، تشوفه وهتستمتع. مش كتير بيعرفوا يعملوا الحته دي. هي مش صياعه مخرج قد ما هو راجل بيعرف يتحكم في نفسه، لان حته الفلسفه دي هي منطايه كده. انا عايز انط فيها، أنا مش قادر امسك نفسي اللي انا انط واسب في الفلسفه واسب في الرمزيات. لكن هو يقظ جدا جدا اللي هو ما يبهوأش الدنيا عشان يفضل فيلم صالح للمشاهده من كل الفئات. تاني حاجة في الفيلم وهي المزيكا. المزيكا طبعا هي الهانز زيمر، هو طبعا اللي عمل الجزء الأول وكسب عليه الأوسكار. اللي ما يعرفش هانز زيمر، هو ما كانش مع كريستوفر نولان تينت، رفض وما تنت، كانش رفض مع تنت. رفض تينت ورفض اوبنهايمر عشان كان بيشتغل في دون بارت 1 اللي جاب له الأوسكار وطلع عنده حق، وكان بيشتغل في دون بارت 2 وقت اوبنهايمر. وشكله تقريبا هياخد بس الأوسكار اوبنهايمر هياخد التالتة الاوسكار ويطلع في عنده. السنه دي في طبعا. طبعا لودفيج يبقى جرانسون عمل حاجة هياخد السنه دي الاوسكار. رهيبة رهيبة، يعني رهيبة. مزيكة هانز زيمر، مزيكة هانز زيمر اللي هو بيك فان هي للرواية بس انا يعني. عايز اقول حاجه على المزيكا، هي مزيكا حلوه جدا في الفيلم بس مش حلوه بره الفيلم. يعني هي مناسبه جدا للفيلم بس مش مزيكا تقعد تسمعها بره الفيلم. مرتبطة بصريا اكتر. يعني هي مرتبطه جدا اه. بالفيلم. نيجي بعد كده بقى للممثلين. احنا عندنا هم كلهم بلا استثناء كانوا رائعين، ما عدا باتيستا، لان هو باتيستا يعني بس فمش هو بقول منتظر لك منه دوره ما كانش كبير قوي. انا اللي فاجئني اكتر، عارف اكتر حد فاجئني مين؟ كان زندايا. جدا زندايا جدا فاجئتني، يعني انا جدا. الباقيين انا كنت متوقع. هجي لك في زندايا. اه يعني بقول لك الباقيين ممثلين شاطرين. يعني تيموثي شالاميه ممثل امم. شاطر، خافير بارديم ممثل شاطر، ريبيكا فيركسون ممثله شاطره. لكن زندايا انا ما شفتش منها اداء ده. انا ما شفتش يوفوريا، الناس كانت بتشكر في مسلسل امم. يوفوريا، لكن ده اداء زندايا في الفيلم ده انا فاجئني جدا من جودته. انا زيك، انا اتفاجئت بزندايا. يمكن بسبب حتة المفاجأة، والسبب كمان ان في الكتابة بتاعت شخصيتها هي كان عندها صراع.
هي كان عندها صراع موازي للصراع بتاع البطل. يعني احنا مثلا اما نبص على شخصية اوستن باتلر في الفيلم دي، ما فيش حرق. شخصية اوستن باتلر هي شخصية احادية التوجه، هو طالع يلعب دور فيلن اسود بس، مفيش اي نقطة بيضاء. فده انعكس ان انا ما كنتش يعني ما تعلقتش بالشخصية خالص خالص يعني، ولا خفت منه ولا كرهته ولا احتقرته ولا انا يعني، خفت يعني منه. الشخصية ما لهاش طعم. من حلاوه الفيلم الاربعه عندهم صراع. خفير بارديم كان عنده صراع، بس هو صراع يعني هو كان بيحاول دايما يكتمه. الله هو ينور بيحاول دايما عليك. ما بس يطلعش في اللي هو صراع. بيشكك في لحظات. ريبيكا فيلكسون في صراع داخلي. في صراع. م. زندايا في صراع قوي جدا واضح. وتيموثée شالاميه طبعا هو اصل هو الكور بتاع الفيلم. اه فلورنس بيو كانت سلمى ممتنع كانت يعني اه. كانت كويسه على اه ما برضه تكلفتش. ما عدناش مده طويله معاها، لا هي ولا لي سيدو، بس في الفتره اللي هم بس طلعوا كانت فيها كانوا اه كويسين. كانت كويسة. حبيت قوي فكره ان انا بحترم قوي يبقى في كوميك ريليف في الافلام. امم. فخفير برديم شال هذا الموضوع على عاتقه باجاده تامه. خفير وجوه بارديم الدراما، مش مقحمه، هي جوه الدراما بتاع امم. الشخصيه دي. يعني هو مش بيقول افيه، مفيش افيه بيقوله، بس هو اه. ردود فعله امم. خليك تضحك. نيجي بقى لبطل الفيلم الاول بالنسبة لي طبعا هو ديني فيلينوف. الراجل اللي حتى الان ما عملش فيلم وحش. راجل عنده ستريك من 2010 ل 2024، بتتكلم في 14 سنة، حوالي 8 أفلام، ما عندوش فيلم تقدر تقول إن ده فيلم وحش ممكن في خالص. تفضيلات شخصيه، لكن ما ينفعش تقول على فيلم واحد فيلم وحش صراحه. ابدا. الراجل في كل شوت في الفيلم فيه اهتمام رهيب، فيه اهتمام بالتفاصيل والزوايا الكاميرا واللبس والأداء، كل حاجة طالعة مظبوطة. الراجل متمكن من فيلمه بشكل مش طبيعي. زائد أما تحط في الحسبان إن الرواية دي رواية ملعونة عند الأمريكان، دي وصعبه رواية وصعبه ملعونة. صعبه بالظبط، ما هي لعنتها جامد كده صعبه ان قوي. محدش عارف يسيطر عليها، محدش عارف يطلع منها حاجه بصريا، وهو الراجل خلى ده انا يحصل هحكي لك قصه. كان يعني في كأن ده سهل يا جماعه، يعني اه ايه المعاناه في كده يعني. هحكي لك قصه. كانوا جايبين انترفيو بتاع هانز زيمر وديني فيلنوف. كان اه. جديده بالنسبه لي ان هم يعرفوا بعض من 20 سنه. ديني فيلنوف امم. اصلا بيقول لك هو اه. عنده هاجس كده. هو اه. عنده فكر دايما هو اللي بيحركه. هو ايه علاقه الانسان بالكون؟ ايه علاقه الانسان بالسنتر اوف لايف، وعلاقه الانسان بالاشخاص التانيين وعلاقتهم كلهم في الايكو سيستم بتاع الكون. هو فرنساوي، فنقل امم. على انجلترا عشان يدرس. فهو كان قدامه خيار من الخيارين اهله كان بيقولوا عليه: يا يدرس سينما امم. يا يدرس بيولوجي. الحمد لله اللي قدر السينما. فهو قرر ان هو يدرس سينما. بس امم. على طول الفكره بتاعت الايكو سيستم بتاع الكون ده محركاه دايما. باي ذا واي يا جماعه، الفيلم ثلاثيه في ديون امم. 3 اسمه ذا ده احلى ميسايا. حاجه فيه، اللي هو من الاول. على فكره دي ممكن تكون حاجه في صالحه، ان الحرص ده هو حركه، اللي هو يكون حريص على الفيلم، يعني اه حته القلق والخوف دي اكيد هي حركته. اللي عجبني في الفيلم ده اللي هو عارف من الاول انا عندي 3 اجزاء، انا عارف اول الحدوته فين وعارف الحدوته دي هتختم فين، فانا مخلص ورقي ومخلص رؤيتي كامله. اللي باقي لي بعد كده شغل تنفيذ. اول عيب غريب جدا بالنسبه لكم. العادي في الافلام الفتره الاخيره ان احنا بنقول ايه: الفيلم ده كان زي كيلرز اوف فلاور مون، الفيلم ده كان 3 ساعات بس كان محتاج يتقسم من نص ساعه. افلام امم. الاكشن نزلت اول السنه دي في نص ساعه تتشال ممكن يبقى، بس انا مش فاكر في ذاكرتي دلوقتي ان فيلم عيبه ان هو كان محتاج يطول شويه. فيلم 3 ساعات الا ربع. فيلم ليه عيبه كنت كان محتاج يطول يطول شويه هي ليه بقى؟ هي مش يطول شويه، هي الفيلم اللي انت كنت بتقول عليه كده كان محتاج يستغل وقته اصح لا من هنا كده، بقى الفيلم مش يطول. في الجزء النص الثاني من الفيلم كنا بنخش بعض المعارك مره واحده كده من غير تمهيد. وايه ايه امم. ده ايه اللي حصل؟ احنا ايه اللي جابنا هنا؟ تحس امم. ان الفيلم احنا عندي احداث كتير جدا، امم. فالايديت بتاع القطعه بتاعتها انت بتحس اللي هو ايه ده ايه اللي جابنا هنا؟ او انا وانا بصيت في حته، انا ما بصيتش في موبايل ولا جيت جنب حاجه، احنا ايه اللي وصلنا لهنا؟ فانا كنت شايف لا، كان محتاج ربع ساعه تلت ساعه كمان. لان في احداث كتير احنا دخلنا لها في النص الثاني كمان بالذات في الفيلم بغير تمهيد. نيجي بقى مشكله اخرى في نهايه الفيلم. في نهايه الفيلم بيحصل حدث كبير. امم. البروتاجونست والانتاجونست بتوعنا، الحدث ده امم. بيحصل من غير تمهيد. كان في تمهيد وتحس ان هو اتقطع. يعني حاجه غريبه، الكومنت انا عارف غريب، لا بس احنا كنا امم. محتاجين ربع تلت ساعه كمان نشرح الحاجات دي بتحصل ليه. لان برضو بتحسك فيلم ممتع وقشطه قشطه ممكن تتغاضى عنها، بس انا بالنسبه لي ما تغاضيتش عنها صراحه. مش هحرق مين هو الشخص بس انا اكيد هقول على الجزء الاولاني. يعني احنا عارفين في الجزء الاولاني ان سكارز جارد مش هو البيج ايفل، في شرير اكبر بكتير وراه. فانا قاعد في دور الاولاني انا منتظر. بس على فكرة يعني أنا حسيتها إن هي تبقى منطقية شوية، لأن أنت في أوقات كتيرة في التاريخ حتى والسياسة الوزير بيبقى ساعات أقوى من الملك، انا مش ده وجبار أكتر من مش ده الملك. كومنتي بقى. فالممثل اللي مثل دور الامبراطور ده هو ممثل شهير للغايه وفي رايي مم. الشخصي
اسوأ دور في الفيلم. مش هقول اقل دور، انا هقول كلمه اه اسوأ دور. هو مثل اه الدور اتنسب. وحش لدرجه مم. ان انا ما كنتش حاسس ان الامبراطور ده هو اللي بيتكلم، انا كنت حاسس ان الممثل ده في الافلام اللي بيعملها هو اللي بيتكلم. مم. مم. تحس ان هم ملبسينه لبس. وفي جمله عظيمه قوي، شفتها الناس قالتها قبل كده، وهي جمله انا شايف محلها للغايه، ان هو تحس ان هو ما يعرفش اي حاجه عن تاريخ الشخصيه. هو لبسوه لبس، يلا انت اه هتعمل الدور ده، فهو بيقول الكلمتين ومشى. الفيلم ده يعني متوقع له، انا عديتهم قدامي هو والله، متوقع له اللي هو يترشح في كام جائزة اوسكار. عد ورايا بقى: الدايركتنج، الادابتد سكرين بلاي، سينماتوجرافي، طبعا. ساوند، طبعا. ساوند والساوند تراك اللي هي المزيكا، اه. كاستم ديزاين، اه. برودكشن ديزاين، فيجوال افكتس، في اف اكس طبعا. احسن فيلم اكيد، احسن ميك اب وهير ستايلينج. دول حاجات، بس انا مش متوقع له انه يترشح في اي حاجه في تمثيل. ملخص الفيلم اللي احنا قدام فيلم ثوري في عالم السينما. ترو. السينما هتتشكل بعد دون بارت 2. مبهر. آه تجربه جماعة سينمائيه فضوا للتاريخ. نفسكم وروحوا الفيلم ده. فضوا نفسكم وروحوا الفيلم ده، مش لو تقدروا، لا فضوا نفسكم، اعمل حاجة لنفسك يعني، متع نفسك وروح اتفرج على الفيلم ده في اه. افضل اه. تجربة ممكنة. الفيلم ده اخد السينما، يعني اخد حاجات حلوه في السينما، علاقات شخصيات موجوده، الخيال والابداع موجود، الحلاوه البصريه موجوده، الجوده السمعيه موجوده، الجوده الاخراجيه متواجده للغايه. يعني انا عايز اقول جمله في الاخر: انت ممكن تحب الفيلم او ما تحبوش، ده اراء شخصيه ودي تفضيلات شخصيه، مش بنحكي على حد، طبيعي. مم. لكن مستحيل، ما مستحيل تحترموش. ما تحترمش الجوده البصريه الموجوده جوه الفيلم. مستحيل تبقى طالع من الفيلم وتقول لا يا عم مش قوي يعني اللي حصل في الصورة ده، يعني مستحيل. تقييمك كام؟ انا 9. هي اه. 9 من 10. وضامن مكانه في افضل 10 افلام السنة دي يعني. اكيد. اكيد. اكيد ففي يعني، انتظار اكيد. السنة دي ما هتخبئ لنا بيحصلش ايه؟ كتير يعني اللي حصل ده. اه، هتخبئ لنا ايه تاني؟ بس ده تقييمنا 9 من 10 لديون. قولوا لنا رأيكم في الكومنتات، والفيلم عجبكم زي ما عجبنا ولا لا. وان شاء الله نشوفكم الحلقة الجاية، وقبل ما نشوفكم الحلقة الجاية قولوا لنا في الكومنتات ايه اكتر فيلم بتحبوه لديني فيلنوف لو عارفينه يعني. وباي باي. عجبتني قوي قلبة شخصية تيموثée. اللي في الاخر دي اه. عجبتني قوي قلبة شخصيته كده، آه، وتبعها بقى قلبة زندايا. في الكتاب في جملة عظيمة، بيقول لك ان دي من المرات القليلة اللي انت لما تلاقي البطل مم. الغلط ان هو يكسب. الغلط اللي هو يكسب. اه. وهذا ما سنراه في الجزء الثالث. جملة تخليك عايز تتفرج على فيلم الجزء الثالث ده بأي طريقة. where your والله قال لك when your protagonist is not for the greater good to win. when your protagonist is not for the greater good to win. جدا التغير اللي حصل له ده ابن لذينه. المشكلة ان التغير، وانت في الفيلم هو حصل كده، بس لا ده مبني. مبني من لا اول. ده مبني، استحالة تقول ده كده وليد اللحظة. لا، مبني ان ما احنا جبناها بشكل ما او باخر، امه مسيطره. السحر، وفي موضوع مم. في اه طبعا، سحر يعني، اللي ما هو عشان كده بقول بيشربه ده لك هو ده مؤثر عليه امه مش. مسيطره، وامه كانت عايزه ده. انت في الاخر احنا امه هي المتحكمه في الموضوع، في الموضوع كله. حسيت ان الفيلم كان محتاج يخسر حد من شخصياته. انا كنت حاسس ان الفيلم كان محتاج يخسر حد من يخسر شخصيته، حد من الشخصيه ليها الاربعه. وزن كمان. انا ايوه كنت محتاج الشخصيه ليها ان وزن. يخسر حد من الاربعه.